الصداقة نوع من أنواع الفضفضة بين الزوجين. هقول لك على حبة حاجات لو عملتيها هيكون لك أعز صديق. أول حاجة، جوزك بيحبك بره البيت راجل، جوه البيت عايز يشوفك الدلوعة الشقية المشاكسة. ثاني حاجة المسامحة، حاولي تسامحيه وبلاش تقفشي عليه لما يغلط، وبلاش تفتحي له الدفاتر القديمة وتقولي له فاكر يوم كذا عملت كذا، وسامحيه عشان يجي يقول لك على حاجات عمره في حياته ما قالها لك قبل كده. بيقول لك 83% من جرائم القتل في امريكا الجاني اعترف على نفسه لما اشعروه بالامان وتخفيف العقوبه عليه. سامحيه علشان تنالي الثقه ويتكلم معاكي وهو مش خايف تزعلي منه. بلاش تعلقي له حبل المشنقه رايح فين جاي منين ايه الريحه دي بتتكلم مع مين. اكتر الناس فضفاضه اللي مش بيتعلق لهم حبل المشنقه. عايزه تعرفي جوزك قريب منك ولا لا؟ شوفي اسراره، بيحكي لك كل اسراره ولا بيخبي عليكي؟ لان احنا كرجاله اقرب الناس لينا اللي بنقول لهم اسرارنا. علشان كده حاولي تحسسي جوزك ان انت كتومه وبتحافظي على سره علشان تكوني مخزن اسراره. لازم تعرفي ان جوزك بيعاني بره كتير علشانك وعلشان ولادك، فلازم تكتري من المديح والاهتمام. والله الاهتمام دون مفتاح القلوب. والله اعرف واحده ليل ونهار تزعق للعيال بس اول ما جوزها يدخل ترسم البسمه على وشها. ازاي؟ هو نفسه مش مصدق. لما تلاقيه داخل زعلان قولي له سيبها على الله، والله ربنا هينصرك، والله ربنا مش هيسيبك. وافتكر ان ستنا خديجه لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل لها من الغار وهو خائف قالت له والله لا يخزيك الله ابدا. علشان كده لما يسهر لوحده ويقفل على نفسه الاوضه ويفضل ماسك الموبايل وما يحبش يتكلم معاكي، اعرفي ان الحب قل. طب تعملي ايه؟ اديله اوامر جرعة الاهتمام وجرعة الحنان. خلي بالك ابنك لو ما اهتمتيش بيه بيطلع ابن عاق، فما بالك بجوزك اللي كل يوم يدخل مهموم وعمرك ما سألتيه مالك ولا فيك ايه، همك بس طلباتك تنفذ. احنا لما بنحب نسافر او نخرج مع اصحابنا لان احنا بندور على المرح، بندور على الفرفشة، بندور على الضحك. هلا بالخميس. كل يوم يطلع من الشغل خايف يدخل البيت علشان عمال يفكر يا ترى هتنكد عليا بايه النهارده. بلاش تبقي ناظر مدرسه في البيت، ده صح وده غلط علشان ما يهربش منك. راح يحكي لها عن صاحبه اللي عايز يتجوز على مراته، قالت له اقطع علاقتك بيه نهائي. طب اعرفي هي ايه العيوب اللي كان فيها علشان انت ما تعملهاش علشان جوزك ما يفكرش يتجوز عليكي. بلاش تخليه يهرب منك علشان يجي يحكي لك كل حاجه بدل ما يكذب عليكي ولا يقول لك ولا حاجه. خليه دايما شايف الضحكه منك قبل ما تطلع من صوتك. ربنا يصلح حالكم ويريح بالكم ويجعل الصداقه ما بينكم.